ده تقريبا ما عادش الا 15 يوم على فرحي. ده نيلة سودة على دماغي. انا عايزة اتأكد من حاجة واحدة بس. انا عندي فضول كده اتأكد انا بنت ولا لا، عشان أأمن نفسي. افرضي حصل لي حاجة وانا ما اعرفش. يلا بينا نجري على الدكتورة. ازيكم يا احلى حاجة في حياتي كلها؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما تبقوا كويسين وتكونوا بخير. هستناكم تعملوا لايك للفيديو، لان اللي بتعمل لايك ده تكون جوه قلبي، بتثبت لي ان هي بتحبني. وتكتبوا لي كمان في الكومنت عايزين نتكلم عن مواضيع ايه، خليها مواضيع نار، اسئله بتيجي في مخكم كده. فما تنسيش تعملي فولو للبيج او ليا، وتتابعيني وتعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. النهارده فيديو للعرايس، العرايس الحلوه الجميله القمر، اللي كل ما فرحنا يقرب يجي حاجة واحدة بس في مخنا. ايه ده؟ هو انا بنت ولا مش بنت؟ ده انا السنة اللي فاتت كنت دخلت التويلت والشطاف غرقني مية وطلعت اجري ونزل مني دم. ده من شهرين البريود كانت عندي، وبدل ما تقعد 5 ايام قعدت اسبوع او 10 ايام. ممكن يكون الدم ده ان معناه ان انا مش بنت؟ لا 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 لا, لا. سيبوا فكك من الكلام ده. مره وانا صغيره انا مامتي حكت لي ان انا وقعت وقعه جامده جدا وتعبت وشكت وودتني للدكتوره، فانا لازم امن نفسي واتاكد. افرضي لا قدر الله حصل مشكله هبقى اعمل ايه وقتها؟ اقول لك انا هسال صاحبتي قبل ما اروح للدكتوره واتفتح. انا قال لي وديني للدكتوره وانا لوحدي؟ لا، انا هسال صاحبتي. واحده فيكو فولاذيه جامده جدا مختلفه عن كل دول تقول لي انا خايفه اتخطب، اصل انا عايزه اتاكد انا بنت ولا لا. كل الهسهس ده وكل الجمل اللي انت سمعتيها مني دي ما بتحلاش وما بتجيش في مخك اللي هو قبل الفرح على طول. وكل ما ميعاد فرحك يقرب كل ما تخافي وبتترعبي كده من جواكي. اصل مره هو بسني ومش عارفه ايه. لا بس ما حصلش بيني وبينه حاجه. ما حصلش بيني. تقعدي تفتكري. كله هسهس لازم قبل الفرح. كل ما ميعاد الفرح يقرب كل ما الهسهس ده يزيد، لدرجة ان انت فعلا بتكوني خايفة من يوم الفرح. عايزة تفرحي بس خايفة وبتضيعي على نفسك احلى يوم في حياتك كلها اللي مش هيتكرر. وبصي بقى يا عروسة انت يا حلوة، كل اللي حصل لك في حياتك خلال 20 سنة او 25 سنة او 30 ايا كان انت بتتجوزي امتى، كله بيجي وبتفتكريه قبل الفرح على طول. ويا سلام بقى ليلة الحنة، تخلصي الحنة كده مع اصحابك وذكرياتك المريرة كلها تشتغل عليكي. انا وقعت اليوم الفلاني، ده ماما حكت لي ان كان حصل لي مش عارفه ايه، انا دخلت التويلت وكنت فاتحه الموتور ومش عارفه حصل ايه، انا كنت راكبه العجله واحنا بنصيف ومش عارفه حصل ايه. لا لا لا، ده انا البريود اتاخرت. كل ده لازم بيحصل لان انت دلوقتي خايفه من موضوع معين. في بنات حلوه بتاخدها من قصيرها علشان كل الهسس ده ما يزيدش عليها. انا هروح لدكتوره تكشف عليا واروق دماغي. بس النهارده في الفيديو ده انا هتكلم معاكي كلمتين مالهمش تايلة. سريتك اللي انت بتدوري عليها دي او اللي انت خايفه عليها مش متوقفه فقط على غشاء البقار. يعني مش معنى ان انت عايزه تطمني على نفسك غشاء البقره موجود ولا مش موجود. دول كلمتين انا بقولهم لك في ودنك. بمعنى ادق، طول ما انت محافظه على نفسك، طول ما فيش حد لمسك، طول ما حدش قرب منك، طول ما خطيبك اخره معاكي بوستين دلع كده، وخصوصا لو كتبنا الكتاب حضن ماشي فيش مشكله بما ان الكتاب مكتوب. طول ما انت محافظه على نفسك تاني، محدش قرب منك، محدش لمسك، طول ما انت في امان. في امان بمعنى تاني، لان في بنات هتقولي انا ما عنديش معلومات عن غشاء البقرة ده، انا ما اعرفش هو فين. هل ممكن يكون حصل مشكلة مثلا وانا ما اعرفش؟ لا. باختصار كده غشاء البقرة ده مش هيكون في اول منطقة المهبل،
يعني علشان يحصل لا قدر الله مشكلة لازم يكون في، مش عارفة اقول لكم ايه، فاهميني؟ مش معنى ان جالك البريد يبقى غشاء البكارة نزل مع البريد. مش معنى ان انتي وقعتي ونزل منك نقطتين دم يبقى خلاص غشاء البكارة مش موجود. لا، هو الموضوع مش بسيط زي ما انتي متخيلة. مش معنى ان انتي كنت بتلعبي جمباز وانت صغيرة او باليه او كده ان غشاء البكارة برضو مش موجود. وطبعا كل حالة لها شواذ، بس انا بتكلم بشكل عام بنسبة 95% من البنات. باختصار كده، غشاء البكارة لا يرى بالعين المجردة. ما تروحيش تتنصحي برضو وتقفي قدام المراية كده وتجيبي الموبايل علشان تشوفيه، انت مش هتشوفي اي حاجة. طب هو موجود؟ هو موجود، بس بيبقى بينه وبين منطقة المهبل ما يقلش عن 25 سنتي كده، فمش من السهل ان هو يبقى موجود. اقولك على حاجة تريحك اكتر واكتر، غشاء البكارة ده ما بينزلش بالكامل بعد الجواز الا مع اول بيبي انتي ربنا بيرزقك بيه. بيبدأ ينزل مع اول بيبي في الولادة على بعد 5 سنتي، مش 25 سنتي، انا اسفة، او 3 سنتي بالكتير. عايزة اطمنك، انت قوية، انت جميلة طول ما انت محافظة على نفسك. ما تخافيش من اي حاجة في الدنيا، الموضوع بسيط. غشاء البكارة لا يمكن يكون هو الدليل على عذريتك او ان انت محافظة على نفسك ولا لأ. خليكي واثقة من نفسك، خليكي واثقة من الراجل اللي انت ارتبطتي بيه ووافقتي بيه يكون زوج او شريك ليكي في المستقبل. ما تفكريش في الموضوع زيادة عن اللازم، ما تخليهوش ياخد اكتر من حجمه. ما تقعديش تفكري مثلا برضو ليلة الفرح، ده انا سمعت ان في غشاء بكارة مطاطي فانا ممكن يكون مطاطي واتبهدل ولازم اروح للدكتور عشان افضه. فكك من الكلام ده. احنا في زمن دلوقتي ما عادش هو المقياس غشاء البكارة. ايوه لازم طبعا يكون موجود، وده الدليل ان انت حافظتي على نفسك، بس انا بتكلم معاكي يعني خلي في ثقة بينك وبين نفسك، وقفي في صدق بينك وبين نفسك، وخليكي صريحة مع نفسك. حافظي على نفسك على قد ما تقدري. مش معنى ان انت مخطوبة او مكتوب كتابك يبقى هو اللي هيكمل معاكي عشان تسلمي له نفسك او تديله اي حاجة، مش وقتها. كل حاجة في وقتها بتكون جميلة. كتب الكتاب في وقته، والمباح فيه بيكون حلو قوي وقتها. المباح في الجواز بيكون احلى، وعلشان كده ربنا حللهن. طلعي الموضوع من مخك، افرحي. فرحك ده مش هيتكرر كتير. افرحي بكل خطوة انت بتعمليها. افرحي بجوزك. في حاجات اهم تفكري فيها من غشاء البكارة. ازاي مثلا ان انت تبني حياة زوجية سعيدة، ازاي تكوني شريكة حياته صح، لان الشخص ده بيقسمك حياتك. انت متخيلة واحد كده بيجي من الباب للطاق بيكون شريكك في كل حاجة بالنص، فلوسك، شغلك، حياتك، دولابك، مرايتك، كل حاجة. ده المهم اللي احنا نفكر فيه. اللحظات الحلوة اللي انت بتمر بيها دلوقتي هي احلى لحظات هتمر عليكي في حياتك. والف مبروك يا اجمل عروسة في الدنيا. انتي كده، بحبكم.